في الحلقة اللي فاتت عرفنا ازاي نكتشف ان مشاعرنا هي اللي بتتحكم في اكلنا. دلوقتي ايه العمل؟ اول حاجة انك ما تحاربش الاكل، تفهم السبب. اول ما نفسك تتفتح مرة واحدة على الاكل، استنى لحظة، مش لازم تقول انا ممنوع اكل. اسأل نفسك، هو انا حاسس بايه دلوقتي؟ متوتر، زهقان، زعلان، اتخانقت مع حد، حاسس بوحدة، ولا انا فعلا جعان؟ لان مجرد معرفتك بالشعور اللي ورا الجوع المفاجئ ده دي خطوة مهمة جدا. رقم 2، انك تعمل مسافة ما بين انك تحس بالجوع وانك تاكل فعلا. يعني لو اكتشفت ان انت فعلا مش جعان، استنى شوية، غير المكان، قوم اتمشى، تاخد لك نفس كده عميق، تكلم حد، اعمل اي نشاط بسيط. كل ده علشان تعمل مسافة صغيرة ما بين ان احساس الجوع جالك وما بين انك تروح تاكل دلوقتي. رقم 3، انك تعالج السبب نفسه، ودي اهم نقطة. لو انت بتاكل بسبب التوتر، يبقى انت محتاج طريقة تانية تتعامل بيها مع التوتر ده. لو بسبب الملل، يبقى شوف لك نشاط اعمله. لو بسبب الوحدة، يبقى انت محتاج تتكلم مع حد. لانك كل مرة لو حاولت تمنع الاكل من غير ما تعالج السبب اللي وراه، فكده المشكلة هتفضل موجودة. رابع حاجة، بلاش تعاقب نفسك، ودي غلطة بتحصل كتير جدا. يعني في يوم انت اكلت زيادة، تقول خلاص انا بكرة مش هاكل، او هصوم طول اليوم، او هتمرن ساعتين زيادة احرق فيهم كل اللي انا اكلته. وده ممكن يدخلك في دايرة اسوأ، انك تحرم نفسك فيجيلك جوع ونفسك تتفتح اكتر على الاكل، فتاكل اكل زيادة، فتحس بالذنب اكتر، فترجع تحرم نفسك تاني اكتر، وتفضل تلف في الدايرة دي. فلو حصل في يوم وكلت اكل زيادة، بلاش تعاقب نفسك، ارجع لوجبتك الطبيعية اللي بعدها وخلاص. خليها عليا انا المرة دي. رقم 5، انك تخلي اكلك يشبعك، ودي نقطة أساسية وناس كتير قوي بتنساها. يعني لو نظامك كله خيار، فنجان قهوة، نص رغيف عيش، وأكلات قليلة جدا، طبيعي جدا إنك تيجي في آخر اليوم تبقى عايز تاكل كل حاجة. خلي وجباتك فيها بروتين زي السمك، الفراخ، البيض واللحمة، وكمان فيها ألياف زي الخضار والفاكهة والحبوب الكاملة والبقوليات على حسب اللي جسمك يستحمله. وكمان كمية كربوهيدرات مناسبة، يعني عيش، رز، بطاطس، مكرونة، على حسب احتياجات جسمك. وما تنساش الدهون الصحية، بس طبعا بكمية مناسبة. الهدف انك تعمل نظام يشبعك وتقدر تعيش عليه، مش نظام يعذبك اسبوعين. سادس حاجة، ما تحرمش نفسك من كل حاجة بتحبها. لان فكرة ان الشوكولاتة ممنوعة والبيتزا ممنوعة وكمان الحلويات دي ممنوعة، ممكن تخلي الاكلة دي نفسها تاخد حجم في دماغك اكبر من الطبيعي. احنا مش عايزين نوصل لمرحلة انا طول عمري ممنوع من الاكل، احنا عايزين نوصل لمرحلة تانية، انا اقدر اكل الحاجة اللي بحبها بس بكمية مناسبة ومن غير ما افقد السيطرة على نفسي. رقم 7، انك تاكل وانت واعي. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تاكل تسيب الموبايل شوية وتاكل ببطء، وتركز كمان في الاكل، واسأل نفسك وانت بتاكل، هو انا لسه جعان؟ طيب انا شبعت؟ طيب انا مبسوط بالاكل؟ ولا انا باكل وانا اصلا مش واخد بالي؟ الطريقة دي اسمها الاكل بوعي او المايندفول ايتينج، ودي من ضمن التدخلات السلوكية عشان نتحكم في الأكل العاطفي. رقم 8، النوم، وما تستهونش بيه. لو بتنام 4 أو 5 ساعات ومتوقع من نفسك إنك تقدر تتحكم في أكلك وشهيتك، يبقى أنت غلطان. قلة النوم مرتبطة بلخبطة في الهرمونات والشهية والمزاج والتحكم في المشاعر، وده ممكن يخلي التحكم في الأكل صعب جدا عند ناس كتير. فلو تقدر لازم تحسن نومك، لأن ده جزء من العلاج. وفي النهاية أنا عايزك تفتكر حاجة واحدة، إحنا مش هدفنا إنك عمرك ما تاكل وإنت متضايق. كلنا بشر، وممكن لما نزعل كلنا نطلب بيتزا عادي. المشكلة لما يبقى الأكل هو الطريقة الوحيدة اللي بتعرف تهدى بيها، ساعتها أنت مش محتاج دايت جديد، ولا محتاج تمنع شوكولاتة، ولا محتاج تعاقب نفسك بعد كل وجبة. أنت محتاج تتعلم طريقة جديدة تتعامل بيها مع مشاعرك، وساعتها علاقتك بالأكل هتبدأ تتغير. سلام.